بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل اصطدى اللي كان بطولة سينام أنسال وكمان بيشاركها البطولة جهانجير جيهان، قرروا خلاص انه هيتم تصوير موسم تاني لكن بأبطال مختلفين، وهيكون بطولة المسلسل في الموسم التاني هو مراد أنالمش، وكمان بتشاركوا البطولة جيمري أردى وكمان معاهم ليلى ليديا. والمسلسل ده هيبدأ تصويره يوم 2 يوليو وهيكون لصالح منصة طبي، وهيكون مكون برضو من 10 حلقات. أما بخصوص مسلسل ليلى حياة عشق عدالة اللي كان بطولة جيمري بيسال، خلاص أخيرا القناة قررت إنهاء المسلسل عند الحلقة رقم 40، يعني دلوقتي هينتهي تقريبا بعد 3 حلقات من الحاجات اللي شغالة حاليا يعني. والمفروض إن الحلقة رقم 38 اللي كان مفترض إن هي تعرض أمس لم تعرض، وهيتم عرضها يوم 6 يوليو يوم الحد الجاي. حاولوا إن هم يدوله أكتر من فرصة ولكن الريت عمال يقل ونسبة المشاهدة ضعيفة جدا. والصراحة أنا كنت شايفة إن المسلسل ده خلاص انتهى بموت جيفان، ما كانش ليه أي لازمة. القصة الجديدة اللي حصلت في المسلسل كنتوا اعملوا بيها مسلسل جديد أحسن. اور ارسلان وكمان فراد شليك ومعاهم بشاك دشمان، التلاتة دول هيشاركوا في بطولة مسلسل جديد. المسلسل هيكون لصالح منصة نتفليكس والمسلسل اسمه ثم ترى الأعين. المسلسل ده هيكون انتاج شركة القمر وهيكون مكون من 8 حلقات. وقصة المسلسل هنا هي قصة رواية بوليسية بتتكلم عن صحفية بترجع للمكان اللي اتربت فيه، المدينة بتاعة الطفولة بتاعتها، وبعد كده بتلاقي نفسها في شبكة معقدة من الجرائم ولازم ان هي تحل الجرائم دي. وللأسف برنسات وهي ممثلتي المفضلة في آخر دعوة ليها صرحت ان هي ما عندهاش نية ان هي ترجع على شاشة التلفزيون في الوقت الحالي، وتقريبا لحد دلوقتي بقالها 7 سنين ما عملتش اي اعمال تلفزيونية، وحتى كمان الاعمال الرقمية كان اخر مسلسل ليها من حوالي 5 سنين. فهي حاليا لو هترجع بمسلسل رقمي وما عندهاش النية ان هي ترجع لمسلسل تلفزيوني للأسف. وبعد نجاح مسلسل الغسال في مواسمه الأولى الأول والتاني، خلاص قرروا ان هو هيتم عمل موسم ثالث، والموسم الثالث هينضم ليه الممثل أمير بندرلي أوغلو وكمان الممثلة أويكو جورمان. الممثلة دي اللي تعرفت أكتر عمل ليها هو مسلسل اشرح أيها البحر الأسود اللي كانت في دور آسيا. تم إلغاء مسلسل بلا جذور اللي كان مفروض ان هو هيتعمل في الموسم الجديد، وده عشان تشابه الأحداث بتاعته مع أحداث مسلسل حلم أشرف. وفريق العمل خلاص بدأوا ان هم يعملوا مسلسل جديد وقصة جديدة، والمسلسل هيكون اسمه المحتلون. والمسلسل ده هيكون بطولة هلال التنبلك، وكمان حاليا البطولة الرجالية بيتم عرضها على كنان إمرزلي أوغلو وكمان كان أورجانجي. فأنا عايزة الاتنين بصراحة ينضموا للمسلسل ده، والمسلسل كمان هيكون لصالح قناة ناو. مسلسل ولي العهد بطولة أكين أكينوز وكمان أركان كولتشاك وكمان سيرا أرتورك. المسلسل ده خلاص هيبدأ التصوير ليه في الأسبوع الثالث من شهر يوليو، وكمان عرض المسلسل ده هيكون في شهر سبتمبر على قناة شو تي في. أما بخصوص مسلسل ملكة الدموع اللي بيقوم ببطولته هاندا وبرش حديث العالم حاليا، المسلسل ده هيبدأ التصوير بتاعه في شهر أغسطس، وكمان هيتم عرضه في الموسم الشتوي الجديد على قناة اي تي في. ومسار الأحداث هنا في المسلسل هتكون في خطين زمنيين مختلفين. الأول هيكون قبل 5 سنوات لما ميرا وسليم اللي هم بارش وهاندا هيبدأوا ان هم يتقابلوا ويتعرفوا ببعض، وكمان تنشأ ما بينهم قصة حب ويتجوزوا. وبعد كده بعد مرور ال5 سنوات هيحصل ما بينهم مشاكل وهيكونوا على وشك الطلاق، لكن ميرا دي هتبدأ ان هي تتشخص بالسرطان. فيا ترى ايه اللي هيحصل في المسلسل اللي هو اصلا متاخد من مسلسل كوري؟ موعد عرض رسائل إلى المستقبل اللي هو بطولة جوكشا بهادير وكمان بيشاركها البطولة أنور تونا، خلاص تم تحديد موعد العرض بتاعه هيكون يوم 23 يوليو على منصة نتفليكس. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وكمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ولايك للفيديو. اما بخصوص مسلسل الأراضي الغاضبة اللي بتقوم ببطولته يامور يوكسال وطه بران واللي اتأجل اكتر من مرة، خلاص قناة ستار على وشك ان هي تشتري حقوق عرض المسلسل ده، وطاقم العمل هيعود للتصوير في الشهر القادم، لكن احتمال ان العمل ده يتأجل عرضه لشهر سبتمبر ويكون ضمن الموسم الشتوي مش الموسم الصيفي.
اما بخصوص المسلسل القصير اللي هو اسطنبول ماي لاف اللي بيعمل ترويج لتركيا واللي قام ببطولته افرا ساراتشي اوغلو وكمان انجن اكيورك، المسلسل ده محقق صدى كبير جدا وعمل ترند في تركيا وكمان في ايطاليا واسبانيا وتغريدات كتير جدا في 76 دولة مختلفة، وناس كتير عجبها الثنائي الاتنين ما بين عفرا وانجن، وكمان بيطالبوا ان هم يعملوا مسلسل تلفزيوني مع بعض من كتر ما عجبهم الشخصيتين مع بعض والثنائي مع بعض. وعشان تعرفوا الريت الكامل لكل مسلسلات الاسبوع ومواعيد عرض كل المسلسلات اللي بيتم عرضها في تركيا حاليا، تابعوا معايا بقية الفيديو للاخر.